شرسة. حصيلة قتلى أمس ارتفعت إلى 62 قتيلا، أغلبيتهم الساحقة من المدنيين قتلوا في حما وريف إدلب ودرعا وريف دمشق وفي حمص على وجه الخصوص، وهذا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. اشتداد العنف يأتي فيما يجتمع مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم لإجراء مشاورات حول الوضع في سوريا وسط الحديث عن مشروع قرار جديد يستند إلى خطة الجامعة العربية. موسكو حليفة دمشق والتي سبقت أن عارضت أي قرار دولي يدين النظام اعتبرت مسودة القرار الغربي العربي غير مقبولة بالنسبة لها. أما المجلس الوطني المعارض فقد دعا مجلس الأمن إلى التحرك فورا لمعاقبة المجرمين من أركان النظام. من لندن معنا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك. ما هي آخر المعلومات الميدانية المتوفرة لديك؟ حتى هذه اللحظة استطعنا توثيق سقوط 7 شهداء اليوم الجمعة. طبعا لم يسقط حتى اللحظة أحد في التظاهرات التي خرجت في أكثر من مدينة ومنطقة سورية، معظمهم سقط بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، بالإضافة لمحاصرة بلدة رنكوس بعشرات الآليات العسكرية وبدء القصف على بساتين البلدة. بلدة رنكوس هي في ريف دمشق، يقال أن العدد الآليات أكثر من 100 آلية عسكرية تضم دبابات وناقلات جند مدرعة. حي الحميدية ما زال حتى هذه اللحظة تسمع فيه أصوات إطلاق النار وأصوات الانفجارات التي تهز الحي، ولا معلومات دقيقة من داخل الحي حتى الآن عن سقوط شهداء أو سقوط جرحى بسبب قوة النيران في هذا الحي. نعم رامي عبد الرحمن، يبدو وكأن الوضع في سوريا اشتعل منذ يومين وكأن البلاد انزلقت أو دخلت هذه المرة في حرب. هل الطابع السلمي للثورة التي طالما تمسك به المحتجون بات من الماضي الآن؟ أعتقد أنه بات من الماضي منذ أيام ومنذ أشهر، لأن النظام السوري مستمر في آلة القتل والقمع في سوريا، وكل إنسان يقول عكس ذلك يعني يبعد عن الحقائق والوقائع. جميعا نرى العمليات التي تحدث في كل يوم والاشتباكات التي تحصل في كل يوم، وظهور الآن مجموعات منشقة على شاشات الإعلام، على شاشات التلفاز، في أشرطة مسجلة. النظام السوري اعتقد أنه من خلال القمع سوف يسقط الثورة السورية، سوف يقوم بقمع الشعب السوري، ولكن حقيقة الأمر الآن النظام السوري أدخل البلاد في حرب قد لا تخرج منها لا في أشهر ولا في سنين. إذا هل تصفونها بالحرب الأهلية؟ الحرب الأهلية هي حرب بين النظام القاتل المجرم وحرب بين الشعب السوري الباحث عن الحرية. هل لها طابع طائفي؟ هي بعيدة كل البعد عن الطابع الطائفي، والدليل على ذلك أن الكثير من قيادات المعارضة السورية هم من أبناء طائفة محددة، ونريد أن نبتعد عن الطائفية كي لا يقوم النظام الذي يعمل على خلق حرب طائفية